البنت دي عسل قوي، غيرت الأوضة كلها بإيديها وخلتها شكل تاني. ابتدت تلم كل الحاجة اللي فيها وهتشيل الستيكر اللي كانت حاطاه، وهتبتدي ان هي تقشر الحيطة، وبعد كده هتمعجنها. كل حاجة بتعملها بإيديها، وهتشوفوا شكل الأوضة في النهاية. هنا بتعمل المعجون، هنا جابت باهية بتخففها بمية، تبتدي ان هي تدهن الأوضة. بجد الفيديوهات دي بتحفز جدا وبتخليكي نشيطة قوي. انا بالنسبة لي بتخليني كده بصراحة، وانا بحب اعمل كل حاجة بايدي. توريكم ان هنا شعرها اتملى بوهية. رجعت السرير وحطت جنبه زي خشبة كده كبرت بيها السرير. وهنا بتعمل كومود برضو بايديها. شفتوا شكل الكومود؟ عسل قوي. هتبتدي تثبت دي دبل فيس على الحيطة. وهنا دي بتصنع دولاب بايديها. عملت دولاب وهتعمل واحد زيه وهتحطه جنبه. وهنا دي منظم بأدراج، ده الدولاب التاني. شكله عسل اوي. وهنا دي زي مكتب، هتبتدي ان هي ترجعه وتدهنه، هتعمله بشكل جديد. هنا بتثبت مراية فوق المكتب ده، وهي بتثبتها اتكسرت، بس مين مش هتستسلم، هتعملها بشكل حلو قوي بالصلصال بتاع الاطفال. وهنا جابت لزقة، هتبتدي ان هي تبروز المراية. هنا بتعمل تابلوهات بايديها، ترسم رسومات عليها وهتبتدي هي اللي تلونها. علقتها على الحيطة، تبتدي تلمع بقى كل حاجة. جابت الهدوم تطبقها في الدولاب. حلو قوي لما تعملي كل حاجة بايدك بصراحة. بتتعبي بس بعد كده بتشوفي النتيجة بترتاحي. هنا تعبت خلاص. هنا المنظر الأوضة في النهاية شكلها حلو قوي، والمراية شكلها جميل قوي. انا هنا خلصت. سلام.